عارفين بقى كيكة اللي معايا النهاردة دي السهل الممتنع. طعمها حلو قوي وكمان هشة، ولا فيها بيض ولا فيها تكاليف ولا اي حاجة، خفيفة جدا وبتتعمل بسرعة جدا جدا. وهنعتبرها كده تكملة لسلسلة الوصفات الاقتصادية اللي احنا عمالين بنديها لكم كده في القناة من اول ما فتحنا القناة بتاعتنا، والحمد لله الحمد لله حازت على اعجابكم. يا ريت لو انتوا بتشوفونا لأول مرة ما تنسوش تحطوا لايك وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا بقى من غير تفاصيل كتير، انتوا شايفين اصلا الشكل، انا كمان بعملها كده وهي لسه سخنة. شكل الكيكة لوحده اصلا يعني تحفة. فتعالوا نبدأ على طول. انا اول حاجة كده جبت نص كوباية من الزيت، عليها معلقة من السمنة. لو انتي ما عندكيش سمنة او عايزاها كده تبقى خفيفة قوي او ايا كان، لو مش بتحبي السمنة يعني ممكن تخليها كوباية الا ربع من الزيت. وحطيت عليها كمان كوباية الا ربع من المية وكوباية الا ربع من العسل. اظن مفيش اسهل من كده. يعني التلات مكونات السايلين عندنا كوباية الا ربع كوباية الا ربع كوباية الا ربع. وضفنا عليهم كمان دلوقتي معلقة من الخل. وابتديت بقى ان انا اقلب كده المكونات ديت كلها مع بعض. انتي في الاول هتلاقي العسل الاسمر كده بقى تحت والمية عايمة فوق والزيت عايم فوق فوقيهم، ويعني هتلاقي الدنيا كده ساحت معاكي، ما تقلقيش. افضلي بس قلبي كده لحد كل دوت ما يمتزج مع بعضه. ممكن لو انتي حابة تعمليها بالمضرب بتاع البيض مفيش مشكلة، بس انا قلت مادام هي تنفع بالمضرب اليدوي طب ليه لا. دلوقتي بقى ضفت معلقة من القرفة، معلقة من البيكنج صودا، ودلوقتي كمان معلقة من البيكنج باودر، وذرة من الملح. حطيت بيكربونات الصوديوم او بيكنج صودا مع البيكنج باودر، لان الكيكة دي مش هيكون فيها بيض، فمحتاجين المادة الرافعة تكون قوية شوية، فحطينا من ده ومن دوت. وذرة الملح طبعا عشان تعادل معانا الطعم. ولا حطينا سكر ولا حطينا بيض. دلوقتي بقى نحط حوالي ربع كوباية من النشا. النشا بيساعدنا ان اي كيكه تكون معانا هشه، ويساعدنا كمان ان هي تكون منفوشه كده ومتماسكه. يعني حتى لو في وصفه كيك وما فيهاش نشا، وانتي شلتي من الدقيق بتاعها معلقه من الدقيق بتاعها وحطيتي بدلها معلقه من النشا، هتظبط معاكي قوي. دلوقتي بقى حطينا كوبايتين اتنين مليانين قوي من الدقيق، او كوبايتين وربع بس ممسوحه. يعني كوبايتين وربع بس الكوبايه تكون ممسوحه. وحطيت ذره من الفانيليا، سواء فانيليا باودر او فانيليا اللي هي السايله. انا ما حطيتش بيض، بس انا بحس ان طعم الفانيليا وكمان ريحتها كده والحاجه بتتخبز بتقلب ريحه البيض، فبصراحه مش بستغنى عنها في اي وصفه من وصفات الحلويات. دلوقتي بقى ابتدي ان انا اقلب تاني برضو بالمضرب بتاعي، واتاكد ان مفيش اي تكتلات دقيق. وبالاسباتولا بتاعتي هبتدي ان انا كمان انزل الحواف كده بتاعه الطبق لو فيها اي دقيق او اي حاجه. وكمان الطبق برضو من تحت كده هحاول اطلعها من تحت لفوق عشان خاطر لو في اي تكتلات دقيق او عسل اسمر او اي حاجه. لاحظوا ان انا مش بعمل بالمضرب بتاع البيض. هبتدي بقى ان انا كده امزج كل الكلام ده. شايفين القوام اللي قدامكم دوت، هو دوت القوام اللي احنا عايزينه. لو حسينا ان نوع الدقيق مثلا مخلي القوام اخف من كده، لا ممكن ان احنا يعني نضيف حاجه بسيطه كمان من الدقيق علشان القوام يظبط معانا كده. ولو حسيتوا ان هي تقلت قوي قوي وانتوا حتى مش عارفين تحركوها لان بتختلف انواع الدقيق، ممكن ان انتوا تضيفوا معلقة صغيرة من الزيت او معلقة صغيرة من المية لحد ما تظبط معاكم بالقوام اللي احنا شايفينه ده. ابتديت بقى ان انا اتاكد كده ان مفيش اي حاجة خالص ومفيش اي تكتلات، وقلبناها كويس. جبت بقى القالب بتاع الكيك بتاعي، طبعا بطنته التبطينة الكلاسيكية بتاعتنا عادي خالص. رشة من الدقيق، وقبلها كنت دهنيه طبعا سمنة عشان الدقيق يلزق في السمنة عشان خاطر الكيكة ما تلزقش في القالب. وابتديت بقى ان انا اصب كده في القوالب. طبعا في المرحلة ديت انا كنت مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180 درجة، بحيث ان هو ياخد درجة الحرارة المطلوبة قبل ما احط الكيك في الفرن. وابتدينا ان احنا نحط كيكه. طبعا اي كيكه بتحطوها في القالب سواء الكيكه دي او اي نوع كيك تاني، مش بنخلي الكيكه توصل اكتر من يعني تلتين القالب اللي احنا نحط فيه، او تلتين الصينيه اللي احنا نحط فيها. لازم كده يكون القالب مش مليان على الاخر عشان خاطر ما تفرش منك في البوتاجاز للبنات اللي لسه بتبتدي طبخ جديد.
او اللي لسه بيخش المطبخ كده لاول مره، اي كيكه يا بنات تحطوا زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك بس يعني نص او تلات ارباع. لو هي كيكه اسفنجيه طبعا بتكون يا كمان يا ريت اقل من النص، حاجه بسيطه، لان الكيكه الاسفنجيه بتنفش جدا. بس مش موضوعنا. زي ما انتوا شايفين كده، انا فضلت ان انا احط بس نص القوالب، ودخلتها الفرن، ما خدتش معايا نص ساعه ل5 دقايق، طلعت بالشكل التحفه زي ما انتوا شايفين كده، ما كلفتناش اي حاجه وخلصت بسرعه جدا. يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، وتشتركوا كمان في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا على حسن متابعتكم، ويا رب بألف هنا وشفا كده للي هيجرب. عاملين ايه؟ عارفين بقى كيكه